مرحبا بكم في هذا الفيديو المرعب. اليوم سنتحدث عن أكثر 5 أشياء مرعبة حدثت مع الجن. مرحبا بكم في هذا الفيديو أصدقائي. في هذا المساء سنغوص في عالم غامض، عالم يثير الرعب في قلوب الكثيرين، عالم الجن. سنتحدث اليوم عن 5 قصص حقيقية حدثت مع أناس عاديين مثلي ومثلكم. 5 قصص ستجعلكم تتساءلون عن حقيقة ما هو خفي عنا في هذا الكون الفسيح. فاستعدوا لتجربة مليئة بالرعب والإثارة، وافتحوا قلوبكم وعقولكم لعلنا نتعلم من هذه القصص دروساً تنير لنا دروب حياتنا. استعدوا لتجربة مليئة بالرعب والإثارة. تبدأ قصتنا الأولى في منزل مهجور يقع على أطراف قرية هادئة. منزل يتجنبه الناس، يتناقلون عنه قصصاً مخيفة عن أصوات غريبة تسمع في جوف الليل، عن أضواء ترى فجأة ثم تختفي كأنها لم تكن. في أحد الأيام قرر مجموعة من الشباب تحدي الخوف ودخول هذا المنزل المهجور. في البداية كان كل شيء هادئاً سوى صوت الرياح التي تتلاعب بأبواب ونوافذ المنزل المهجورة. لكن مع تقدمهم أكثر داخل المنزل بدأت الأحداث الغريبة بالحدوث. أصوات خطوات ثقيلة تسمع من الطابق العلوي، وهمسات وأصوات أطفال تلعب رغم أن المنزل مهجور من سنوات. شعر الشباب بالخوف يتسلل إلى قلوبهم، لكنهم قرروا مواصلة المغامرة. صعدوا إلى الطابق العلوي، وبينما كانوا يتجولون بين الغرف شاهدوا ظلاً أسود ضخماً يتحرك بسرعة باتجاههم. صرخ الشباب رعباً وفروا هاربين من المنزل، ولم يجرؤ أحد منهم على الاقتراب منه مرة أخرى. في ليلة مظلمة موحشة حيث يسود الصمت وتختفي معالم الطريق، قرر رجل العودة إلى منزله مختصراً طريقه عبر مقبرة قديمة. كان يعلم بالقصص التي تحكى عنها، عن أشباح تجوب المكان، لكن ضيق الوقت جعله يتجاهل كل المخاطر. بينما هو يسير بخطى متسارعة سمع صوت خطوات أقدام تسير خلفه. التفت بسرعة لكنه لم يجد أحدا. أكمل سيره وقلبه يدق بقوة، لكنه لم يستطع التخلص من شعوره بأن أحدهم يراقبه. فجأة ظهرت أمام عينيه سيدة ترتدي ثوبا أبيضا طويلا، شعرها أسود كليل الظلام يغطي وجهها. تجمد الرجل مكانه من الرعب، لم يستطع النطق بكلمة. كل ما استطاع فعله هو مراقبتها وهي تقترب منه ببطء. اختفت السيدة بنفس الطريقة الغامضة التي ظهرت بها، تاركته غارقا في رعبه وحيرته. منذ تلك الليلة لم يجرؤ الرجل على المرور بجانب المقبرة مرة أخرى. شابتر 3. في أعماق جبل شاهق يقع كهف مظلم يثير الفضول والرعب في آن واحد. يحكى أن هذا الكهف مسكون منذ عصور غابرة بكائنات غريبة تصدر أصواتا مرعبة. قرر 3 أصدقاء خوض مغامرة استكشافية لهذا الكهف، مدفوعين بروح المغامرة وحب استكشاف المجهول. مع كل خطوة يتقدمونها داخل الكهف تزداد ظلمته وتتعالى أصوات نقط المياه من سقف الكهف، مشكلة سيمفونية مرعبة تثير الرعب في القلوب. فجأة سمعوا صوت زمة عالية تزلزل أرجاء الكهف، تلتها أصوات خطوات ثقيلة تقترب منهم. أدرك الأصدقاء أنهم ليسوا وحدهم في هذا الكهف، وأن هناك شيئا مخيفا يقترب منهم. بدأوا بالركض بأقصى سرعتهم نحو مخرج الكهف، وأصوات الزمجرة والخطوات تتعالى من خلفهم. خرج الأصدقاء من الكهف مرعوبين، للهث يشق صدورهم، وقد أقسموا على أنفسهم بأن لا يقتربوا من هذا الكهف المرعب مرة أخرى. شابتر 4. في منزل قديم بأحد الأحياء الهادئة علقت فتاة مرآة عتيقة في غرفتها. لم تكن تعلم أن هذه المرآة تخبئ في داخلها سرا مظلما. مع مرور الأيام بدأت الفتاة تلاحظ أشياء غريبة تحدث في غرفتها، أشياء لا تجد لها تفسيرا. كانت تسمع صوت همسات وأصوات غريبة في غرفتها، وتشعر بأن أحدا يراقبها دائما. وفي إحدى الليالي بينما كانت الفتاة تصفف شعرها أمام المرآة، رأت انعكاس وجهها يتغير، فبدلا من وجهها الجميل
رأت وجه امرأة مخيفة ذات عيون حمراء ونظرات شريرة. صرخت الفتاة رعبا، وسقطت المرآة من يدها وانكسرت إلى قطع صغيرة. منذ تلك الليلة لم تعد الفتاة تشعر بالأمان في غرفتها، وكأن روحا شريرة قد انطلقت من المرآة المكسورة لتطاردها في كل مكان. شابتر 5. في إحدى القرى النائية، حيث تسيطر الخرافات والمعتقدات الشعبية على عقول الناس، وقع حادث اختفاء غامض أثار الرعب في قلوب أهالي القرية. اختفى شاب في مقتبل العمر دون أن يترك خلفه أي أثر، وكأن الأرض قد انشقت وابتلعته. بحث أهالي القرية عنه في كل مكان، لكن دون جدوى. انتشرت الشائعات بأن الجن هم من قاموا بخطفه، وأنهم يريدون الانتقام من أهالي القرية لسبب ما. مع مرور الأيام تحولت حالة الحزن والقلق التي سيطرت على أهالي القرية إلى رعب حقيقي، فقد بدأ الناس يسمعون أصواتا غريبة في الليل، ويرون أضواء غامضة تتحرك في أرجاء القرية. وبعد مرور أسابيع على اختفاء الشاب، عثر على جثته في مكان مهجور بعيد عن القرية، وكانت علامات الرعب بادية على وجهه، وكأنه قد رأى ما لا يستطيع العقل تصوره. كانت هذه 5 قصص من عالم الجن، عالم مليء بالأسرار والغموض. قصص تذكرنا بأن هناك أمور في هذا الكون لا يمكن تفسيرها بالعلم أو المنطق. إذا أعجبكم هذا الفيديو، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شاركونا أيضا بتعليقاتكم، هل تعتقدون بأن هذه القصص حقيقية؟ وهل سبق لكم أن مررتم بتجربة مشابهة؟ إلى اللقاء في فيديو جديد.